لو انت بتتعامل مع كم ضخم من البيانات في الاكسل فاكيد المشكلة دي هتكون بتقابلك لو انت بتستخدم الطريقة التقليدية في التعامل مع العمليات او الفانكشن اللي انت بتعملها في برنامج الاكسل. لو انت بتتعامل مع البيانات بصورة تقليدية وبتعتمد ان انت تعمل عملياتك او المعادلات بتاعتك ان هي تسمع الرينج بصورة تقليدية، فانت المشكلة دي هتظهر معاك، وهي ان انا لو قررت ان انا اضيف صف للبيانات بتاعتي وادخل المديرين اللي عندي وادخل المبيعات بتاعتهم في الربع سنوي لفترات معينة واعمل عليها عمليات زي الجمع والضرب او ايا كانت العمليه اللي عايز اعملها على البيانات بتاعتي، فهكتشف ان البيانات عندي، وليكن لو اخترت ان انا هعمل نسخ للمديرين دول فرضا وقررت ان انا اغير مثلا فيهم او اضيف، وقررت ان انا هضيف عندي مديرين تانيين، فهلاقي ان البيانات اللي انا بضيفها هنا وليكن المبيعات 1200 والمبيعات هنا 1600، هلاقي ان المعادلات هنا مش بتتغير معايا او البيانات بتتغير معايا. ده نتيجة ان الرينج بتاع البيانات مش بيتحدث معايا بصورة تلقائية. طيب عشان اعمل الحركة دي او ان انا احدث الرينج بتاع البيانات بتاعتي بصورة تلقائية عشان المعادلات او العمليات اللي بعملها تتم وتطلع لي نتائج صحيحة، هي ان انا هتجه ان انا لو بشتغل بالصورة التقليدية ان انا هعدل الرينج بتاع البيانات بتاعتي بحيث ان هو من بي 4 لبي 20. طيب في حلول تانية ودي هتعالج مشكلة بتظهر ان انا ممكن انسى اعدل الرينج بتاعي، فهتطلع عندي النتائج بتاعة التقرير بتاعتي بصورة غير دقيقة. طيب عشان اعدل دي ممكن اعدلها بصورة اوتوماتيك بطريقة من الطريقتين. الطريقة الأولى وهي إن أنا أحول البيانات بتاعتي لتيبل. طيب لو حولت البيانات بتاعتي بتيبل لازم أكون فاهم إيه اللي هيحصل عندي. لو حولت البيانات عندي لتيبل واخترت إن أنا يتعمل عندي يظهر عندي التوتال رو، فهيظهر عندي التوتال رو للبيانات. طيب ممكن أعمل عليه نتائج تانية أو معادلات تانية أو عمليات تانية سواء جمع او ان انا اعمل افريج او ايا كانت العملية، فهيظهر عندي الجدول بصورة صحيحة. طيب لو قررت ان انا اضيف بيانات هنا او اضيف صف جديد للبيانات وضفت هنا وليكن 6000، هلاقي ان الرقم اتعدل معايا بصورة تلقائية، وده لان الجدول بيعتمد في المعادلات بتاعته على ان هو بياخد العمود الخاص بالبيانات، فايا كان هو مش مرتبط برنج بيانات من خلية لخلية، لا هو مرتبط بالعمود اللي هو الكوارتر 1، فهيجمع البيانات داخل العمود ده. طيب انا اوقات ما بيكونش عندي الرفاهية ان انا اعدل البيانات بتاعتي واخليها في صورة جدول. طيب حل تاني ممكن اعمله وهي ان انا هعدل المعادلة اللي عندي بصورة تخلي الرينج معايا يتغير بصورة تلقائية. طيب أنا عايز أجمع البيانات من الخلية دي لأول خلية فوق الخلية اللي أنا واقف عندها دي، فهستخدم معادلة من معادلات الإكسل اللي هي الأوفست. طيب الأوفست معايا إن أنا عايز إن هو يطلع خلية فوق الخلية اللي أنا واقف عليها. أنا واقف على بي 21، هخليه يطلع لي خلية فوق الخلايا دي. طيب انا مش محتاج ان هو يروح لعمود تاني، لو البيانات بتاعتي في عمود تاني فهقرر ان هو موجب واحد او موجب او سالب واحد، لكن انا هفضل عند نفس العمود فمش هيتحرك في العمود. وهقفل المعادلة بتاعتي، هلاقي ان البيانات عندي سمعت بصورة تلقائية. طيب انا لو زودت هلاقي ان المعادلة بتسمع معايا بصورة مظبوطة. طيب انا لو زودت رو او اكتر من رو للبيانات بتاعتي هلاقي البيانات بتاعتي المعادلات بتاعتها بتسمع بصورة، هلاقي ان الفرق بين دي وبين دي ان هي دي سمعت في الرقم عندي. طيب فانا هسحب المعادلة بتاعتي ان هو لو هو بيعمل المجموع، فهلاقي ان البيانات المعادلات بتاعتي اتظبطت، ان هو بيطلع خلية فوق الخلية اللي أنا واقف عندها. وده مهما زودت في الصفوف عندي هلاقي المعادلات بتسمع بصورة تلقائية، ودي هتحل لي مشكلة كبيرة بتقابلني وعارفها الناس اللي بتتعامل مع الإكسل أوقات كتير ومع حجم بيانات ضخم. استناني الفترة الجاية هنتكلم في تب مهمة وهتفرق معاك في برنامج الإكسل. شكرا.